شكلك ما تعرفش ان ابن سندر يوم السبت اللي جاي، وان ندوة الكناري يوم السبت اللي جاي في حديقة ابن سندر. كمان معانا شرح للتأكيل اليدوي يوم السبت الجاي في حديقة ابن سندر، وده غير 10 اقفاص كناري هدايا هوزعهم على المتابعين هناك. ده غير الهدايا اللي جايه من هواة الكناري نفسهم. مثلا في عصفورين كناري من الطفرات الجامده جدا هيتوزعوا على الناس هناك عن طريق هدايا كتير تانية جايه من محبين الكناري لحضراتكم. وجالي 20 قرص كالسيوم هوزعه لحضراتكم هدايا من استاذ احمد النحات. شكلك ما تعرفش ان في مزاد على الطيور والسلاحف. جوز الكوكتيل الشغال هيبدا في المزاد من 200 جنيه. شكلك ما تعرفش ان في عروض وهدايا كتير من مزرعه الجندي، ولو اشتريت ب 100 جنيه هتسترد ثمن التذكره تاني يبقى دخلت الحديقه. شكلك ما تعرفش ان حامد الخطيب معانا اسطوره صناعه السلكات والاقفاص في مصر، ما هو اللي اداني ال10 اقفاص هديه اللي هوزعهم على الناس. شكلك ما تعرفش ان احمد علي معانا حكايه قلبين المتخصص في اكل الطيور. شكلك ما تعرفش ان سامي كامل معانا كينج صناعه العشوش العموله في مصر. معانا نحات في وزاره الاثار جايب تماثيل وتحف وحاجات كبيره قوي. هو ده اللي اداني ال 20 قرص كالسيوم اللي هوزعه على الناس هديه. ولو ليك في البروتين خالد علي معانا الميل وورم اصحى. معانا غني على التعريف باشمهندس ماجد الحسيني بمزارع الحسين. معانا استاذ عمرو حجازي. معانا ملك صفو مهندس احمد الجندي مزرعه الجندي اكيد متواجده معانا. عشان عندك ببغان محتار في جنسه ذكر ولا انثى، معانا تحليل دي ان ايه. والبرنس اللي عامل قلبان المره دي بيتر البركه شوب عامل قلبان جامد، وهيكون في لم طيور كل انواع الطيور. عايز تبيع عصفورك تعالى، عايز تشتري تعالى، عايز تستبدل تعالى. الراجل مش سايب حاجه الا وعاملها. الناس فاكره الموضوع حصري وممنوع التصوير في حديقه ابن سندر غل طيور روماني. بقول لكم دلوقتي الدعوه مفتوحه للجميع، اي تيك توكر، اي منشئ محتوى، اي فيسبوكر، اي يوتيوبر، اي حد عايز يصور جوه حديقه ابن سندر المكان مفتوح للجميع. انا بنفسي هاخده من ايده واقول له تعالى صور المسابقه والهدايا والفعاليات، وتعالى اشترك معانا، وتعالى وزع معانا، واعمل كل اللي انت عايزه يا باشا، وكوبايه قهوه مني هديه ليك. مفيش حاجه حصري، كله على التلفزيون المصري. ايه القطاقيط الصغيرين بيقولوا لي هم مين يا عم الماني من المشاهير اللي هيكونوا موجودين عشان نتصور معاهم؟ بص يا حبيبي، المشهور رقم واحد اللي هيكون موجود معانا هي البغبغانات والطيور اللي تقدر تتصور معاها. هيكون معانا سيشن تصوير مفتوح، بغبغانات كتير مفتوح تتصور زي ما انت عايز. طبعا الحديقه فيها مناظر كتير جميله، تاخد البغبغان كده وتاخد الصوره الجميله عشان تنزلها على البروفايل بتاعك. برضه احنا هندعم الاكونتات الصغيره، وهصور معاك انا والمجموعه اللي معايا اي فيديو انت عايزه على صفحتك او على قناتك او على التيك توك بتاعك. المشاهير اللي هتكون موجودين بقى احمد المصري هيكون موجود، صالح بتاع العصافير هيكون موجود، سعيد سليمان هيكون موجود، انا هكون موجود. ده غير مفاجآت كتير جدا ومشاهير كتير هتلاقوهم هناك، مش عايز اقول عليهم بس هصور معاهم الصبح بس مباشر عشان تعرفوا مين هو. في النهايه عايز اقول لك ان كل ده في حديقه ابن سندر يوم السبت اللي جاي ابتداء من الساعه 8 الصبح. هتبتدي الفعاليات والهدايا والمسابقات وكل اللي احنا قلنا عليه دوت واكتر. خلي بالك النقطه اللي انا عايز اوصلها لك ان المكان عليه العين، وان ناس كتير من التقال والكبار والمشاهير هيجوا زياره في المكان علشان يشوفوا هل فعلا المكان دوت يليق بالهاوي ولا لا، هل المكان ده هو مستقبل الهوايه في مصر ولا لا. فوجودك مهم جدا عشان الصوره تكمل وتكمل فرحتنا. استنينكم يوم السبت الجاي في حديقة ابن سندر بإذن الله، تنورونا وتشرفونا.